إذا أردت معرفة عدد الدول التي بإمكانك زيارتها دون الدخول في متاهة تحضير أي نوع من الملفات للحصول على التأشيرة، ما عليك إلا تصفح الموقع الخاص بدليل جوازات السفر عبر مختلف أرجاء المعمورة. فبمجرد تدوين اسم البلد يتيح موقع باسبورت إندكس الحصول على عدة معلومات تتعلق بقائمة الدول التي يمكن دخولها بتأشيرة أو من دون تأشيرة أو بتأشيرة في مطار بلد الوجهة، كما يسمح بمعرفة ترتيب البلدان من حيث قوة جواز السفر، وكذا مقارنة بلدك ببلد آخر. والمثال هنا عن الجزائر التي يسمح جواز سفرها بدخول 49 بلداً 18 منها من دون تأشيرة كالبنين، الإكوادور، هونغ كونغ وأندونيسيا. أما تلك البلدان التي يستطيع الجزائريون الحصول على تأشيرتها عند الوصول مقدرة ب31 دولة، فهناك إيران، لبنان، جزر المالديف وتنزانيا وغيرها من البلدان الإفريقية واللاتينية. أما باقي الدول فالسفر إليها يستوجب الحصول على تأشيرة دخول، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة 165 عالمياً من حيث ترتيب أقوى جوازات السفر في العالم من أصل 199. أما صدارة أقوى جواز على الإطلاق فيرجع للألمان الذين لديهم الحق في دخول 160 بلداً من دون تأشيرة. أما بمقارنة الجزائر بالأردن مثلاً، نجد أن الجزائريين يتحصلون على التأشيرة عند وصولهم لأراضي المملكة الهاشمية، والعكس غير صحيح. أما لدخول مصر على الجزائريين الحصول على التأشيرة عكس الأردنيين الذين يدخلونها دون تأشيرة، والعكس بالنسبة للمغرب الذي يفرض تأشيرة الدخول على الأردنيين ويرفعها على الجزائريين، وإلى غير ذلك من المقارنات. إذن فمن يخطط للسفر في عطلة الصيف إلى بلد ما وداهمه الوقت للحصول على تأشيرة، فما عليه إلا تصفح الموقع والبحث عن تلك الدول والجزر التي ترفع تأشيرة الدخول إلى أراضيها.